يا صباح الورد، انا مريم عوزة، دي قناتي. لو انتوا اول مره تشوفوني اهلا وسهلا بيكم، منورين الدنيا كلها. تنسوش تعملوا لي لايك شير سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديده. اما لو انتوا اصلا من المتابعين عندي فانتوا لسه معرفتونيش على نفسكم، اكتبوا لي تحت في التعليقات انت مين ومنين، ولو عندك اي استفسار هفرح جدا لو قدرت اساعدك فيه. فيديو النهارده عن ازاي تخلي شخص يعجب بيكي. كنا عملنا فيديو قبل كده ازاي تصطادي كراش، كنا عاملين فيديو عن ازاي تصطادي كراش العادي، ازاي تصطادي كراش من السوشيال ميديا، وكل انواع الكراشات موجوده. بس فيديو النهارده ازاي تخلي الشخص ده بعد ما تفتحي معاه كلام ان هو يعجب بيكي انتي. يعني هنحط بذرة صغيرة كده اللي هي بذرة الاعجاب، ونفضل شوية شوية نسقيها لغاية لما تبقى شجرة كبيرة. اول حاجة عشان اي شخص في الدنيا عاجبك تعجبيه، انك تكوني مهتمة بنفسك، بشكلك، بريحتك. لازم تظهري بشكل محافظ وفي نفس الوقت انيق، تبقي احلى واجمل واحدة في بساطتها. ده هيساعدك ان انتي تكوني جذابة، والجاذبية دي هتخليه يعجب بيكي. تاني حاجة، لو بتتكلموا في أي موضوع في الدنيا انت هتنفذي الفيديو اللي احنا قلناه في الأول، اللي هو أي فيديو من فيديوهات كيف تصطادين الكراش. اوكي، وهتيجي تتكلمي معاه. لما تيجي تتكلمي معاه لازم تسمعيه كويس جدا، تسمعي كلامه، تسمعي آراءه، تسمعي اي حاجة بيقولها باهتمام وبتركيز، تبقي واضحة وسامعة وايه تاني وكمل واحب اعرف اكتر. ربنا خلق لنا ودنين عشان نسمع اكتر ما بنتكلم. لما تيجي تسمعيه وهتردي على اي حاجة هو بيقولها، خلي دايما كلامك يكون ايجابي، ابعدي عن التفكير السلبي. نص الكوباية المليان والفاضي انت هتعتبريه ان هو كله مليان. خليكي دايما متفائلة ونشيطة واجتماعية وإيجابية. ده هيساعد انه يخلق جو من السعادة والمرح في الجو كده، يعني تبقوا انتوا الاتنين بتتكلموا فبتكونوا مبسوطين في المناقشة. رابع حاجة، خلي فيه دايما اهتمامات مشتركة بينكم انتوا الاتنين. لو هو ما بيحبش الحيوانات وانت بتحبيها، ما ينفعش تظهري اختلافكم. خلي دايما اللي هو ماشي احنا مختلفين بس اوكي، اوقات في حيوانات ما ينفعش ان هي تتربى، وتلاقوا كلام تتكلموا فيه. مش فاكرة رقم كام، بس اظهري ثقتك بنفسك. اتكلمنا قبل كده، لو انتي مش واثقة من نفسك اصلا هتلاقي الفيديو فوق في الاي، فلازم تكدبي على نفسك لغاية لما تصدقي انتي والناس والمجتمع والشارع والعمارة كلها ان انتي واثقة من نفسك. اتكلمي بوضوح بثقة. انا كنت عاملة فيديو عن الثقة بالنفس، من فضلك روحي شوفيه. لازم تكوني واثقة من نفسك عشان اي حد في العالم يعجب بيكي، عشان انتي شخصيا تعجبي بنفسك. واخر حاجة، خليكي زي ما انتي، ما تتغيريش عشان حد. قدري نفسك واحترميها، اظهري شخصيتك الحقيقية، ما تتقمصيش شخصية حد مش فيكي. خليكي انتي، وقتها هو مش هيعجب بيكي، هو هيتمنى ان انتي تكوني شريكة حياته. وبس كده، انا كده خلصت الفيديو ده. شكرا جدا على وقتك. لو عندك اي استفسار اكتبولي تحت في التعليقات، انا بشوف كل التعليقات وبرد عليها كلها. وشكرا جدا على وقتك.